المراهقة عموما كلمة مش موجودة علميا يعني، لكنها كلمة مشتقة من كلمة مرهق أو من الإرهاق، والناتج عن الإرهاق الجسدي أو النفسي. والكلمة دي يعني في ثقافتنا شوية العربية هنا يعني بتحوي كده شوية في ثناياها إنه لما نقول على واحد مش ناضج، يعني او لما نقول على واحد انه مراهق يعني معناها شتيمة او انه مش ناضج. فالاصح ان احنا نستبدل الكلمة دي في مخنا بانه الشخص وصل لسن البلوغ. البلوغ او المراهقة، الكلمة الدارجة عموما يعني، هي مرحلة جميلة ولازم الاسر، الاباء والامهات اللي زينا يحتفلوا بيها. ليه؟ لانه البنت اصبحت انثى يعني وليست أم طبعا، والولد أصبح رجل وليس أب. المراهقة مرحلة انتقالية هي عاملة زي الكوبري كده اللي بياخدنا من الطفولة للرشد، أو اللي بياخد الشخص من الطفولة للنضج، أو من الطفولة للشباب. وبالنسبة لمعظم الشباب الصغيرين في السن المراهقة بالنسبة له بتعني حاجة واحدة بس، إنه يجب عليه إنه يثبت إنه ما بقاش طفل تاني. المراهقة بيقولوا عليها إنها بعث جديد في الحياة لمرحلة الطفولة. يعني بنهاية المرحلة بتاعة المراهقة دي إحنا بنكون قدام كائن حي له شخصية وكيان مستقل تماما. فإحنا كآباء لازم نمهد نفسينا إن إحنا نتعامل مع الاستقلالية بتاعة ولادنا اللي موجودين حوالينا. المراهقة في نظر علم النفس هي مرحلة غير مستقرة، فيها اضطرابات وظيفية كتيرة بالمقارنة بالمراحل اللي قبل كده. فهي فيها تدرج في النمو الجسدي بتاع الشخص، فيها تدرج في جنسي، فيها تدرج في مداركه، وكل ده بيأثر عليه اجتماعيا وعاطفيا وسلوكيا، وكل ردود أفعاله مع الناس المحيطة بيه كلهم، مع أصحابه، مع المدرسة، مع السلطة، مع باباه، مع مامته، مع أخواته. وكل ده بيحطه قدام أو بيحطها قدام السؤال المحير بتاع المرحلة دي. السؤال اللي هو: أنا مين؟ أنا قيمتي إيه في الحياة؟ واللي بيعرف علميا إنه هي أزمة هوية. أزمة هوية إن الشخص ما بيكونش عارف هو مين بالظبط. هو أنا صغير ولا أنا كبير؟ هو أنا ابن امبارح ولا لازم أبص لبكرة؟ هي دي تقريبا أزمة المرحلة دي بالنسبة للولاد وبالنسبة للبنات. طيب، هل في عوامل بتأثر على مرحلة المراهقة دي؟ في وجهة نظري البسيطة يعني بعتبر إنه في اتنين من العوامل اللي بيأثروا على المرحلة دي وبيدوها أهميتها. الحاجة الأولانية التغيرات الفسيولوجية أو الداخلية، وفي كمان تأثير الإنترنت، وهنتكلم على الموضوع ببساطة كده. التغيرات الفسيولوجية، الجسم قبل مرحلة المراهقة بيكون في حالة سكون هرموني، الغدد بتكون هادية، بتكون ساكنة. وعند سن المراهقة اللي هو تقريبا عند البنات على سن 12 12 ونص، وعند الولاد بيتأخر شوية لغاية سن 14، بيحصل غزو للهرمونات دي، بتسبب ردود أفعال عنيفة على الشخص. فبنلاقي العظم بيكبر بسرعة، بنلاقي جسم البنات بيبتدي يتدور، أو اللي بتتقال عليها في ثقافتنا خراط البنات خرطك. حتى كمان جسم الولاد بيبتدي يتغير شكله. المناخير في التوقيت بتاخد آخر مرحلة من مراحل النمو. الشعر بيبتدي يظهر في حتت مختلفة في الجسم، الصوت بيتغير، حب الشباب بيتغير، في نمو في الجهاز التناسلي، الطمس والفرة سريعة جدا. وكمان بيحصل انه ده بيأثر على ضعف العضلات،
وانه الشخص بياكل كتير. وخلي بالنا المرحله اللي قبل دي على طول، اللي هي مرحله اللي هي من 6 لغايه 11، بيبقى في ترابط في العضلات جامد جامد. يعني بيقدر يشيل صينيه ويمشي بيها، يقدر يمسك مضرب البنج ويتحكم فيه كويس قوي. عند سن المراهقه، وعلشان الهرمونات بيحصل غزو ليها، بيبقى في عدم تماسك شويه في العضلات. فممكن يكون وهو بيلعب بينج المضرب يطير منه، ممكن وهو بيلعب تنس المضرب يطير منه، هو مش متماسك قوي عضلاته. الكلام ده طبعا يعني بيعمل صراع جواه، وبيزود أزمة الهوية، وبيبقى في صراع بين الطفل والبالغ. يعني لو مسكنا حكايه المناخير انها توصل لحجمها طبيعي، عمليه محرجه جدا جدا بالنسبه للبنات، لانه تلاقي البنت بيبي فيس لكن مناخيرها كبيره قوي. وطبعا البنات بتخاف قوي على مظهرها، الصوت بيسرسع او يبقى اجش. كل الحاجات دي بتعمل لخبطة، وبتعمل صراع، وبتخلي الولد أو البنت ما هواش عارف هو هيفرح بالعيد وبالهدية بتاعت العيد، ولا هو كبر على الكلام دوت. هيفرح بالجزمة الجديدة، هيفرح بخروجه مع بابا ان هو ياكل بيتزا، ولا عايز ان هو ينفصل ويخرج مع أصحابه. في صراع بيحصل بين، وأثر على المراهق في كده. إحصائية بسيطة: لغاية سنة 1900 العالم كان بيتغير كل 100 سنة. التغيير اللي أقصده هو انتقال المعرفة، يعني المعرفة وتضاعف معرفة الناس. كان لغاية سنة 1900 كان كل 100 سنة الناس بتتغير، المعرفة بتزيد شوية. من 1900 لغاية 1989 تقريبا، ومع إنشاء أول شبكة للإنترنت كان اسمها WWW، العالم ابتدى يتغير أقل، ابتدى يتغير كل 25 سنة. يعني المعلومات بقت تتنقل بسرعة أكتر. لغاية سنة 2004 تقريبا المعلومات بتتنقل بسرعة 2000 1991. ومع انطلاق شبكة الإنترنت واستخدامها لكل الناس، العالم بيتغير دايما. يعني ما بقاش كل 100 سنة، ولا كل 25 سنة، ولا كل سنة ونص. لا، بقينا الأحداث اللي بتحصل في كاليفورنيا، الحرائق، احنا بنشوفها لايف. يعني أنا ببقى عارف اللي بيحصل دلوقتي في ألمانيا، أنا عارف اللي بيحصل دلوقتي في شارع شبرا، أنا عارف اللي بيحصل دلوقتي في أي حتة في العالم. المقصود بالتغيير هو تضاعف وانتقال المعرفة. طيب، هل التكنولوجيا دي أثرت على الشباب؟ هل الاي اي، هل الانترنت اثر على سمات السن، اثر على القيم الفاليوز اللي عند الشخص، اثر على الصحه، اثر على الحياه الدينيه، اثر على الحياه عموما؟ الاجابه طبعا اه. في تقرير لجمعيه علم النفس الامريكيه، ان الولاد اللي هم مواليد من بعد 95، ودول اللي بيتقال عليهم جيل زد، المواليد اللي هم من 97 لغايه 2012، التقرير بيقول إنه الحقبة دي لديهم أسوأ حالة صحية وعقلية، وده لأنهم مرتبطين بالإنترنت وبالهواتف الذكية. أثر إزاي الإنترنت على الناس؟ واحد، الإنترنت أثر على تواجدنا معا بالسلب وعلى الحياة الاجتماعية عموما. يعني اللي عايز أقوله إنه الخالق صمم حياتنا علشان نخرج من العزلة اللي إحنا فيها من خلال الالتقاء بالآخر. والكلام ده كان على على الإنسان وعلى الحيوان. يعني لازم يكون في وليف لكل شخص علشان يخرج من العزلة بتاعته. فالكلب عنده كلبة، العصفور عنده عصفور، آدم عنده حواء. لكن الإنترنت لما دخل عمل عزلة بين الناس، عمل عزلة بين الأشخاص.
والالتقاء مع بعض مش بتعوضوا الميديا بأي طريقة، لكن بتساعد على مزيل من العزلة. فالناس انعزلت عن بعضيها، والخطوة التانية انحصروا كل واحد في شخصه. الحوار قل جوه البيوت، بقى فيه ضعف في التواصل. وكمان بقى الولاد في المرحلة ديت خلقهم ضيق، خلقه ضيق لأنه قاعد مركز مع فيلم، قاعد مركز مع فيديو، قاعد مركز مع حاجة معينة، فبابا ينده عليه أو ماما تكلمه هو خلقه ضيق لأنه هو مرتبط بلعبة لازم تخلص، أو مرتبط بحاجة لازم يخلصها على الإنترنت. سبب تاني أو كارثة تاني عملتها الإنترنت، إنها قدمت مفاهيم الكبار للصغيرين، وقدمت برضو في اتجاه معاكس افكار الصغيرين للكبار. فبنلاقي يعني مثلا دايما نلاقي الناس بتلعب كاندي كراش او بيلعب اي حاجه على بيلعب سوليتير، واحد راجل كبير بيلعب سوليتير، والعكس صحيح. خلى برضو المفاهيم بتاعت الناس الكبيره والانشطه بتاعتهم اتنقلت للصغيرين، فبالتالي اصبحوا بالغين، كبروا بسرعه، وبقيوا متمردين، وبقيوا ناقدين. المشكلة دي إنه الشخص لما بيتعرض لجرعة عالية، خاصة لما بيكون في سن المراهقة، من الميديا وبيتناول الجنس والعلاقات العاطفية، الولد في السن الصغير ده لما بيشوف أفلام كتيرة بتتكلم عن العلاقات وبتتكلم عن الجنس بكل أريحية، وهو قاعد في أوضته وهو ماسك التليفون بتاعه، ده بيعمل تحفيز للهرمونات بطريقة مبكرة. وده اللي خلى انه سن المراهقة بقى بدري شوية، ما بقاش زي اعماري انا، كان شوية متأخر، لكن خلى سن المراهقة الولاد بتخش عليه بدري. ليه؟ لانه بيعرض نفسه لمحتوى جنسي او محتوى من العلاقات قبل اوانه. المحتوى ده بيعمل تحفيز للهرمونات اللي موجودة في الجسم، يعني إن قلنا زي ما يكون بيزود الطينة بلة، بيخليهم يخشوا على مرحلة البلوغ ديت أسرع. فنلاقي طفل صغير. وأنا أذكر في التمثيلية بتاعت أشغال شقة، لو إحنا متابعينها في رمضان كل سنة وانتم طيبين. ال 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 لما هشام أخذ مراته وراحوا المدرسة، في الولد الصغير، الولد اللي هو سنه حاجة بتاع 6 7 سنين ده، هو اتحرش بمراته، هو مسك ايديها اتحرك، وهي قالت له الولد اتحرش بيا. فسن المراهقه نزل قوي. نزل ليه؟ بسبب الانترنت، بسبب التعرض للمحتوى الجنسي بدري. كمان سبب تاني عمله الانترنت والتكنولوجيا، ان الاطفال والشباب عايشين في منطقه كده ما بين الوهم والخيال. يعني عايش كده ما بين الوهم، اسف، والحقيقه. فتلاقيه بيهتم مظهره كتير اكتر من الجوهر. ووسائل الإعلام دايما بتروج بصورة كبيرة للصورة الجسدية المثالية، وده بيعمل ضغط لأنه شايف الناس بتلبس بطريقة معينة، الناس بتاكل بطريقة معينة. فبالتالي بتخلي اللي بيتفرج على الإنترنت سواء كبير، وطبعا المشكلة لو هو في سن المراهقة، بتزود عنده القلق لأنه دايما بيقعد يقارن نفسه بالناس اللي هو بيشوفهم على الإنترنت. والمقارنة عموما شيء مش شريف، لأن المقارنة بتسبب الحقد وبتسحب الرضا من الشخص سواء للكبير أو للصغير. بتقل قدراته وثقته في نفسه، ويبتدي يقارن نفسه بأشخاص تانية هو بيشوفهم. طبعا يعني مشكلة كبيرة إن الشخص يبقى في حتة كده، هو اللي أنا بشوفه ده صح؟ هي دي عيشة الناس كلها ولا دي عيشتي أنا لوحديها؟ ويقعد يقارن ويحصل له ديبريشن وإحباط. كمان سبب تاني من أسباب اللي بتسببها الإنترنت هي ضعف حالة القراية عموما. لأنه الأجيال ديت بتقرأ بودانها مش بتقرأ بعينيها. ما عندوش قدرة إن هو يكمل حاجة طويلة، إنما يسمع حاجات كتيرة. وراجع كده الكراسة بتاعت الإملاء أو التعبير، تلاقي التعبير ضعيف، وتلاقي الإملاء فيه غلطات إملائية كتيرة جدا. ليه؟ لأنه حالة القراءة ضعفت عنده.
كمان ضعف الذاكرة مع عدم التركيز. يعني الإنترنت خلى الناس تخزن معلومات كتيرة في حتت كتيرة، اللي على انستجرام واللي على واتساب واللي مش عارف فين واللي فين واللي فين. فخلى الناس أو الولاد، خلقت حالة عندهم من عدم التركيز المستمر. وده بسبب كتر المعلومات، وإنه مش قادر إن هو يتابع معلومة لغاية الآخر. اخر سبب، وانا كان نفسي انه البوست دوت يكون قدامكم، يمكن اطلب من حد ان هو يعني يحط البوست ده. الانترنت بيسبب الام جامده جدا في العظام، في اسباب كتيره للانترنت بتسببها، لكن بيسبب الام للعظام وفي الرقبه والعمود الفقري. في تقرير من واحد اسمه كينث هانسبرج، بيقول انه وضع الرقبة في الوضع كده اهو، الراس بتكون انا كان نفسي البوست ده يتحط، بس هشوف. الراس على الرقبة، ضغطها على الرقبة وزنها 5 كيلو ونص. لو الراس ديت مع مسك الموبايل نزلت 15 درجة، 15 درجة، الضغط بتاع الراس على العمود الفقري بيوصل ل 12 كيلو. الراس لو نزلت تاني لأنه الشخص ماسك الموبايل آه 30 درجة، الوزن الراس بيوصل 18 كيلو، الضغط على الرقبة، وبيقعد يوصل لغاية 27 كيلو. ده حاجة اسمها النكست نيك. ضغط الفقرات ده بيسبب مضاعفات وضغط على الأعصاب، بتوصل للجراحة، إنه الشخص دايما موطي علشان ماسك الموبايل، أو علشان زي ما أنا عامل كده، من غير ما ياخد باله وزن الدماغ بيزيد والضغط بيزيد على العضلات بتاعة العظم. كمان يعني في زيادة في الرغبة المادية واكتساب أسلوب استهلاكي في الأكل واللبس، لأنه عايز يلبس زي أصحابه اللي بيشوفهم، عايز يخرج زي أصحابه اللي بيشوفهم، عايز موبايل زي اللي ماسكه أصحابه. وكل ده بيخليه يشعر بقصور الأب وقصور الأم ماديا، وده بيوصله للإحباط. طيب، ليه إحنا بنتعلم سمات أو خصائص سن البلوغ؟ ليه بنقول الكلام دوت؟ ليه هنقول شوية سمات تانية عن المرحلة ديت؟ علشان نعرف صفات كل مرحلة، وعلشان نعرف احتياج الشخص في كل مرحلة، وعلشان نعرف المشكلة بتاعت المرحلة. واحنا قلنا مشكلة المرحلة دي هي الهوية بتاعت الشخص. كمان لما أعرف الحاجات ديت كلها، أعرف إزاي أتعامل مع ابني أو بنتي. لانه المعرفه اذا كانت هتفضل كده في الدماغ من غير ما اكتبها، هأفاجأ اني داخل على مرحله صعبه جدا، ومش عارف اتعامل مع ابني، او مش عارف اتعامل مع الكيان الجديد ده. فالجزء اللي فاضل في المحاضره، وكأني بديك نظاره بتشوف بيها احتياج الولد، او هو ليه بيتصرف كده، هو ليه بيعمل كده في السن ده. آه، مش عايز اروح للحته بتاعت اريكسون، انه يعني هو قسم مراحل العمر السنيه ل8 مراحل. ال4 مراحل الاولانيه دي تعتبر مراحل تاسيسيه، لكن المرحله الخامسه اللي هي بتبتدي تقريبا من سن 12 لغايه سن 19، هي دي المرحله المقصود بيها. احتياج الولد او البنت في السن ده هو الهويه، وعنده مشكله في انه هو ما هواش عارف هو مين، هو الكبير ولا هو الصغير، هو كبر ولا لسه طفل. اذا قلنا شويه مميزات كده للمرحله دي، في مميزات عاطفيه وانفعاليه. المميزات دي انه الولد او البنت في السن ده مش مستقر المشاعر، شديد الانفعال، بينفعل بسرعة، حساس جدا، العلم بيقول كده، حساس للنقد جدا، صعب قوي انك تتنبأ بحالته لان مزاجه متغير.
بتجيله حالات من الاكتئاب وقد تؤدي للانتحار في السن ده. عنده خجل، خجل من جسمه، خجل من شكله، خجل من أول مرة تجيلها البيريود، أول مرة ينام عند عند أصحابه، عند تيتا، عند جده، ويحصل له احتلام. عنده خوف، دايما سرحان، خمول، عصبي، عنده أحلام يقظة كتيرة، لأنه هي دي المتنفس الوحيد علشان يهرب من الواقع اللي هو فيه. والمميزات العاطفية دي بقى فيها بارادوكس غير عادي قوي، فتلاقيه يعني يعني أنا عشت مرحلة المراهقة ديت تقريبا 3 مرات، مرة الفترة بتاعتي، ومرة مع بنتي، ومرة مع ابني، فقادر أشوف الكلام دوت. الولد أو البنت في السن ده بيعتمد على غيره، بيعتمد على بابا وماما، لكن في نفس الوقت متغاظ إنه معتمد عليهم. بارادوكس. الولد أو البنت في السن ده منعزل، لكن بيحب اللمة ويحب الخروج. بارادوكس. يعني ماسك الاتنين مع بعض. كل ده بيعمل اضطراب، كل ده بيعمل اضطراب شديد. الولد أو البنت في السن ده نشيط جدا وكسلان جدا. يعني تلاقيه ينام نوم طويل قوي، او يطبق، يطبق يعني يومين، ما عندوش مشكله. انما السبيكترم بتاعه ما بين النشاط والكسل كبير قوي. بيحب ذاته جدا جدا، لكنه بيكره نفسه جدا. يعني قرفان من الشعر اللي طلع في وشه بدري، قرفان من ان صوته اتغير، قرفانه من ان مناخيرها كبيره ومش عارفه تعمل ايه. لما حد يتصل في التليفون، الو، ازيك يا سامية؟ لا يا طنط، انا مش سامية، انا سامي. صوته متغير. فده بيعمل له مشكلة انه شخص يتصل بيه ويبقى متلخبط، هو الولد ولا هو البنت. آه، محب لذاته لكنه يكره نفسه. دي حالة من البسطرة ما بين السخن والساقع، اللي هي يعتمد على غيره ومتغاظ منهم ان هو معتمد عليهم، منعزل وبيحب اللمة، نشاط وكسل، بيحب ذاته وبيكرهها. كل ده بيدخله في صراع داخلي حاد. هو انا مين؟ هو انا ايه؟ هو انا رايح فين؟ هو إيه اللي بيحصل لي ده طبيعي؟ هو هو انا هستمر كده؟ هي الفترة دي مش هتعدي؟ هو انا مكروه ولا انا محبوب؟ هو انا يعني هو ده جسمي ولا انا قرفان منه، ولا انا خزيان منه؟ كل ده زي ما قلت بيخلي الشخص حساس جدا، شديد الانفعال، صعب التنبؤ بحالته المزاجيه. لكن كمان احب ان انا اقول لك انه في مميزات عقليه بتميز السن ده. انه الشخص في السن دوت بيحب الهوايات جدا، فتلاقيه بيجرب سباحة، بيجرب تنس، بيجرب رسم، بيجرب جيتار، بيجرب درامز، بيجرب حاجات كتيرة جدا. الولد في السن ده أو البنت بيحب تحمل المسؤولية. ودي حاجات ممكن، يعني هي دي النضارة اللي أنا بقول لك عليها، إنك أنت يعني تكون معاك. إذا كان بيحب الهوايات شجعه، شجعه. هو مش عارف هو هيلعب بيانو ولا هيلعب درامز، شجعه على الاتنين if you can، لو تقدر، لغاية لما يعرف هو رايح فين. شجعه إن هو يتحمل المسؤولية، لأن هو بيحب أو هي بتحب في السن ده إنها تتم المهمة، وبيحب كمان إنه يتخذ قرارات بنفسه. الولد او البنت في السن ده ثاقب الملاحظه جدا، فصدقوا عنده حدس، عنده حدس غير عادي، لانه الهارد ديسك بتاعه فاضي، فيعني قادر ان هو يلقط حاجات ممكن تعدي عليك انت. عنده رغبه شديده في اثبات وتاكيد ذاته، عنده اسئله كتيره جدا فما ينفعش نهرب منه، عنده قدره انه يعمل اناليسيس ويحلل. كل ده حاول انك انت توظفه وانت بتتكلم معاه او انت بتتكلم مع الكيان ده. لكن غير المميزات العاطفية والانفعالية والعقلية، في كمان مميزات اجتماعية بتبقى واضحة على السن ده. الامتيازات او الخصائص الاجتماعية اللي بتبقى واضحة فيه انه عنده رغبة شديدة في التقليد، ان هو يقلد الاخرين.
لأنه هو بيخاف من الاختلاف. فتلاقي لو كل الولاد في السن دوت لابسين بنطلونات مقطعة، هو بيلبس بنطلونات مقطعة. لو كل الولاد ضاربين جل في راسهم، هتلاقيه ضارب جل زي هو خايف من الاختلاف. لو كل البنات حاطة حلق في مناخيرها، هتلاقيه تحب تعمل كده. لو كل البنات مش بتسرح شعرها، هتلاقيها بتحب تعمل كده. ليه؟ لأنه خايف من إن هو يكون مختلف. اللي بيميز كمان المرحلة دي اللي هي من 12 ل 19، إنه بيميل لتكوين جماعة من جنسه. في حين المرحلة اللي قبليها، هو ما عندوش مشكلة إنه يبقى في مجموعة ولاد وبنات. يعني المرحلة اللي هي من 5 لغاية 11، هو بيحب يكون في يعني نفس الموضوع ده، يميل لتكوين جماعة بس مختلطة. اول ما بيوصل لسن المراهقه ده، لا، تلاقي الولاد تتسحب لوحديها والبنات تتسحب لوحديها. احدى المميزات الاجتماعيه، الصداقه عنده مهمه جدا. بيحرج قوي من الجنس الاخر مع انه بيحاول يجذب انتباهه. آه، احدى المميزات الاجتماعيه في السن دوت، وارجو ان احنا كاباء ما ناخدش الموضوع ده على صدرنا قوي، انما هقوله. وانت مش انت المقصود، مش انت المقصود. ايه اللي انا عايز اقوله، انه الولد او البنت في السن ده عنده رغبة في مقاومة السلطة الأبوية أو المدرسية أو أيا كانت السلطة اللي موجودة اللي عنده. ليه؟ لأن كلمة راشد تعني بالنسبة له إنه يكون حر من جميع القيود. هي دي هو متبرمج على كده. هو ده في إدراكه إنه وصل لسن الرشد، وصل لسن النضج. كلمة راشد تعني بالنسبة للولد والبنت في السن ده إنه يكون حر من جميع القيود. فهيظل يحارب من أجل التحرر من كل ما يظنه قيد أو شيء ممنوع. فتلاقيه ميال إنه يجرب حاجات كتير، كنوع من التمرد، نوع من مقاومة السلطة. عايز يشرب شيشة، عايز يرجع البيت متأخر بالليل، عايز يجرب يشرب سيجارة، عايز ليه؟ لأن في دماغه راشد يعني حر، ما فيهاش فصال. فتلاقيه بيحب تجربة السفر، عايز يسافر، ويحب يجرب حاجات كتيرة. ممكن يجرب سباحة، ممكن يجرب بقى درامز، ممكن بيجرب أي حاجة جديدة بتديله شيء من الحرية. عايز يجرب إن هو يرجع البيت متأخر شوية. عايز يجرب رسم، عايز يجرب إنه هواية جديدة. آه، يعني السن ده كمان بيدور على العدالة في التعاملات. دي مشكلة. يعني ما بيقدرش يجرد قوي انه يعني قادر، يعني بيبقى عايز يشوف الابيض ابيض والاسود اسود. ما عندوش السبيكترم ما بين الابيض والاسود، الرمادي ده مش موجود، فبيطالب بالعدالة دايما. التمرد، تجربة الجديد، تقليد الآخرين، آه، الحاجات دي بتحسسه بكيانه. التمرد دوت بيحسسه بهويته. التمرد ده بيقول له شوية هو مين. التمرد ده تجربة الحاجات الجديدة، الاختلاف، التقليد، ده بيهدي الصراع اللي موجود جواه. الحاجات دي بتهدي الصراع دوت، وكأنه لما بيدخن بيهدى شوية، كأنه لما بيجرب حاجة جديدة بيهدى شوية. لأن هو في بركان، في صراع جواه رهيب ما بين البالغ والطفل اللي جواه، وما صدق وصل للمحطة دي علشان يبتدي ينطلق. فبيجرب الانطلاق ده في أي حاجة. فتلاقيه ممكن يركب مواصلات يخرب شوية. تلاقيه انت قايل ان ميعاد الرجوع البيت الساعة 11، يجرب معاك كده 11 وربع، فانت ما بتتكلمش، يروح مجرب معاك تاني 11 ونص، يجرب معاك ان هو يرجع 12، فتبتدي انت تزرجن. هو بيجرب، بيحاول
انه يحس بكيانه، يحس انا حدودي لغايه فين، فبيحاول يزق حدود اللي حواليه بقدر المستطاع علشان يشعر بانه ليه حدود جديده وانه اخذ حريات جديده. إذا قلنا إن في مميزات عاطفية إحنا قلناها عقلية، مميزات اجتماعية، كمان في مميزات أخلاقية أو روحية، سميها زي ما تسميها يعني، بتميز الولاد في السن دوت. إنه في السن ده بينمو عنده الشعور بالخطأ والصواب، مش الضمير، الضمير ده موضوع تاني، إنما بينمو عنده إحساسه إن في حاجة صح وفي حاجة غلط. المرحلة دي بيميل فيها لاستخدام، إنجاز التعبير، لاستخدام الله لتحقيق احتياجاته وأغراضه الشخصية. يستخدم الله يعني إيه؟ يعني بيتخيل إن الله ده مصباح علاء الدين. يعني لو صام وصلى وبقى تمام ياخد اللي هو عايزه منه، فبيميل آه، لاستخدام الله لتحقيق احتياجاته وأغراضه الشخصية. السن ده بيبدأ في إثارة تساؤلات عن أمور الحياة. إحنا عايشين ليه؟ احنا عايشين لإمتى؟ في السن ده عنده تساؤلات عن العقيدة، وعنده تساؤلات عن الإيمان. وحط في دماغك دايما دايما إنه عارف وقاري وقاعد على النت، فعنده أفكار جديدة عن العقيدة وعنده أفكار جديدة عن الإيمان، أيا كان المعتقد بتاعه. السن ده هو منفتح للأفكار والمعتقدات الجديدة عموما. هي فترة بيصاحبها صراع مع القيم ومع الإيثكس ومع الديانة، ومع الأمور اللي كانت عندك ثوابت. فإذا هنتكلم على المميزات الأخلاقية أو الروحية، كل المطلوب منك إنك محتاج تنسيق وترسيخ الحقائق الدينية اللي انت علمتها له قبل كده. انما انك انت تهرب او انك انت ما تجاوبش عليها او انك انت ما توفرش المناخ المناسب علشان التحاور معاه، هو كده بيعتبر نفسه انه اعلى منك شوية. طيب، هل في مميزات بتميز سلوكه؟ طبعا عنده درجات قصوى في السلوك ما بين النشاط والكسل، قلناها قبل كده. بيحب ان هو يلفت النظر، يلفت نظر باباه، يلفت نظر مامته، يلفت الولد يحب يلفت نظر البنت بعضلاته، والبنت بتحب تلفت نظر الولد باللوك بتاعها او المظهر بتاعها. مميزات سلوكية انه مندفع في سلوكه علشان يهدي الصراع اللي هو فيه. بيسعى للاستقلال دايما عن والديه. مميزات سلوكية إنه متمرد. مميزات سلوكية إنه مختلط الدوافع. اللي عايز أقوله إن هو عايز في المرحلة دي يثبت لباباه ومامته ووالديه وأسرته والمجتمع والعالم إنه كيان مستقل، ووسيلته الوحيدة إنه يتمرد على هذا النظام، ايا كان النظام. ووسيلته الوحيده تانية، لانه ما يعرفش غيرها، هي الصدام. فعشان كده بيصطدم دايما مع الاب او الام او المدرسين في المدرسه. ألفريد أدلر في كتاب معنى الحياة كده ليه جملة كده، بيقول: معظم السلوك البالغ ما هو إلا نتيجة للرغبة الشديدة في إظهار الاستقلال والمساواة بالبالغين، وإثبات أنهم قد استطاعوا بلوغ مرحلة الرجولة أو الأنوثة الكاملة. هو ده سلوكه بيسوقه للحتة دي. معظم سلوك البالغ ما هو إلا نتيجة للرغبة الشديدة في إظهار الاستقلال والمساواة بيك عن طريق التمرد والصدام. كل ما زاد الصراع دوت داخله، كل ما زادت عصبيته، وكل ما زاد عدم اتزانه. خلاصة الكلام اللي فات كله إن المراهق موزع النفس بين ذاتين: الذات الحقيقية
اللي هي نفسه زي ما هو شايفها، والذات المثلى اللي هو بيتطلع ليها. هو بيتطلع انه يكبر بسرعة، بيتطلع انه يمكن يكون جيتاريست، يمكن يكون فنان، يمكن يكون مهندس، يمكن يكون عايش في عيشة أفضل. فعنده ذات حقيقية زي ما هو شايفها، ذات مقموعة، ذات موجودة جوه سيستم بالنسبة له عقيم اللي هو البيت أو الأسرة. هو مسجون جوه هذا الكيان، وعنده ذات تانية بيتطلع ليها. وكل ما كانت المسافة بين الذات الحقيقية والذات المثلى ديت، كل ما المسافة دي بتوسع، كل ما زاد الإحباط والتوتر النفسي عنده. طيب، علشان أقلل الصراع القائم ما بيني وما بين ولادي أعمل إيه؟ ما هو أكيد ليها حل، ما أكيد كده مش هتتساب يعني. عموما، عموما يعني يعني أرجوك وأرجوكي، وأنا كنت بعمل كده معه، حاول إنك أنت تتجنب الوصول لحالة الصراع ده. وعايزك تعرف كويس إنه هو يعني زي ما بنقول ايه، زي كده الراجل اللي بيشرب مخدرات دوت اللي جواه اكبر منه. فهو بيلاقي نفسه مدفوع الدفع ان هو انا بتكلم على اللي بيشرب مخدرات، مدفوع دفع ان هو يسرق حاجه من والدته علشان يروح يجيب بيها حقنه تهدي نفسه شويه. الولد المراهق زي المدمن ده كده بالظبط، اللي جواه اكبر منه. فما عندوش ضبط انفعالي في المرحله دي، مش بيعرف يظبط، مش بيعرف يظبط. فاذا يعني اذا حدث صراع، يعني انا ارجوك انك انت تتجنب الصراع. ازاي؟ هنشوف. انما اذا حدث الصراع، الحل الامثل، الحل الامثل انك انت تكسب ابنك، تكسبي بنتك، وتخسري الصراع. مش هينفع طريقة التربية القديمة ان انا لازم اجبره، ان انا لازم اكسبه. فلو قدامك الاختيار، اكسبه واخسر الحوار. ارجوك. اخسر الحوار ازاي؟ اخسر الحوار انك انت تنسحب. يعني لو لقيت ان الحوار هيوصل لصراع، انسحب في الوقت ده وقول له احنا هنتكلم لما تهدى، ولما انت كمان تهدى. يعني الكلام اللي انا بقوله لك انت كمان تهدى. فعلشان نهرب من الصراع، انسحب، قول له هنتكلم لما نهدى. واذا رجع الولد، اذا رجعت البنت واعتذرت لك، من فضلك اقبل الاعتذار. اقبل الاعتذار، انتقد الاسلوب ومش الشخص، علشان بس نحسم الحته دي من اولها. طيب، علشان نقلل الصراع، واحد وانا قعدت فيها وقت طويل قوي، عايزك تدرك تاثير الميديا. تاثير الميديا، الكيان الصغير اللي قدامك ده، عايز اقول لك ان هو يعرف اكتر مما تتصور. الميديا خلتهم بيمتلكوا فهم، وانا مش عارف يعني هقولها وخلاص. الميديا خلت الولد والبنت في سن المراهقة بيمتلك فهم لفلسفة الحياة، وهزود شوية للأديان، يمكن أعمق من الكهنة والشيوخ، لأنه الدنيا مفتوحة قدامه فبيسمع ده وبيسمع ده. فبالتالي زادت الفروق بين أهل الخبرة والأفراد العاديين. يعني الميديا أثرت يا جماعة بطريقة غير عادية. وأنا نفسي كده إن إحنا نتقابل، يعني يا ربنا يديكوا طول العمر، مش هقول كمان 40 سنة، إنما نفسي نتقابل كمان 5 سنين ونشوف ال AI هيعمل فينا إيه والتكنولوجيا هتعمل فينا إيه. يعني أقصد لما يكون الولد دايما شايف إنه كل الناس بتلبس شورت وهي رايحة الشغل، لما يشوفك لابس بدلة، انت بالنسبة له انت متخلف. مش هينفع. لما يلاقي ان كل الناس ملتزمة انها تروح الجامع او تروح الكنيسة، لما يلاقي على الميديا ويكون هو بيتفرج على نتفليكس كتير، ويتفرج على، يلاقي ناس ما بتروحش الكنايس،
فبالنسبة له اللي بيروح لما يلاقي الحاجات اللي احنا بنشوفها كتير قوي على نتفليكس، على يوتيوب، على واتساب، على انستجرام، على نلاقي الناس بتتجوز شجرة، ولا بتتجوز كلب، ولا بيتجوز واحد زيه. انا مش عارف الكلام ده بعد 40 سنة هيحس ان هو شاذ لو اتجوز واحدة. انا قادر اوصل ولا مش قادر اوصل؟ تأثير الميديا يا جماعة أبعد بكتير بكتير مما نتصور أو ندرك، وهيكون ليه ردود أفعال غير عادية. لأنه الحاجات اللي هي بالنسبة لنا عادية هو شايفها بره، لأنه قاعد طول النهار على النت أو قاعد مع أصحابه بيشوف حياة تانية خالص مختلفة بتتفتح عليه من نتفليكس أو من أي قنوات تانية. آم، بتفتح عليه عالم مختلف تماما. فبالنسبة له العالم اللي هو عايش فيه ده عالم متخلف، عالم رجعي. ف يعني نفسي انك تدرك كده. فما ينفعش انه نقابل فلسفة الحياة بالحاجات اللي موجودة عندنا. لا، انت لازم تتعلم كتير، لازم تقرا كتير علشان تقدر انك انت تتواصل مع الجيل الجديد. طيب، يبقى أول حاجة عشان نقلل الصراع إنك تدرك تأثير الميديا. تاني حاجة، المرحلة دي ما ينفعش إنك أنت تقول أنا مش فاضي، ما ينفعش تقول أنا مش موجود. أنا عارف إن الحياة سحقتنا جامد وخلتنا نشتغل شغلانة واثنين وثلاثة، لكن من فضلك الحوار الدائم، وإنك أنت تخاطب الطفل اللي جواه والمتمرد اللي جواه. ده شيء مهم، لأن الخاضع والمتمرد اللي جواه بيتصارعوا، متصارعين داخله. وإذا كنت عايز توصل لبر الأمان لازم إنك أنت تتعامل مع الطفل وتتعامل مع الراشد اللي بيتكون قدامك. فيعني إذا كان عايزك تشيله في السن دوت، وانا اب، انا عارف الكلام ده. بابا شيلني وهو كبير كده. انت لازم انك انت تتفاعل مع الطفل والراشد اللي جواه. يعني ما ينفعش تقول له انت كبرت، انت ازاي كده وكبرت. بابا انا بردانه في عز الحر، لازم تدفيها. يعني لازم تتعامل مع الطفل ومع الراشد. لو هو بيتكلم ناضج اتكلم معاه كناضج، لو هو بيتكلم كطفل اتكلم معاه كطفل، لانك لازم تحتوي الاثنين دول. الحوار الدائم بمخاطبة كل من الطفل والبالغ، الخاضع والمتمرد، المتصارعين داخله، وتنمية الشعور بتكوين الشخصية للعبور لبر الأمان والإجابة على حيرة الهوية. ال- آه، عندي هنا طبعا تعليق إنه ساعات بعض الأسر بتمر بالحالتين في وقت واحد. يعني بتكون عندها مراهق، والأب والأم بيمروا بأزمة منتصف العمر. الاثنين الأب والأم والولد والبنت كلهم بيمروا بأزمة الهوية في التوقيت دوت. الراجل بيقول هو أنا راضي عن شغلي، هو أنا اللي عملته دوت هيؤهلني إن أنا أمن مستقبلي بكرة. الست يمكن تقول هي الجوازة دي الجوازة دي كانت مظبوطة، هو أنا في قيمة لحياتي، هو إحنا هنكمل كده، العيشة صعبة، طب إحنا عايشين ليه؟ نفس التساؤلات بتكون عند المراهق. فبتكون أزمة إنه الكبير آه، مش عارف يتجاوب، والصغير بيتساءل ومش لاقي أجوبة. السن ده محتاج إن الشخص يدخل عالمه. الشخص ده اللي هو حضرتك، انت وهو، الاب والام، يحتاج لمن يدخل عالمه، عالم المراهق، ويرى الحياه من عينه قبل ما ينصحه او يوعظه. لازم يشرح الاسباب ويسيب مساحه للقرار. ما ينفعش تبص على الامور من بره. حاول انك انت تحط نفسك مكانه وتشوف هو شايف الامور دي ازاي. أربعة، الشخص في التوقيت ده بيحتاج للتشجيع الدائم. ده احتياج نفسي شديد بنفضل نحتاجه طول العمر. احتاج للحب،
محتاج للإعجاب. دي احتياجات نفسية بتفضل معانا طول العمر، وإذا ما أخدناش شبعنا من هذه الاحتياجات بنفضل نعاني منها طول العمر. فالشخص في التوقيت ده، الولد أو البنت في التوقيت ده، بيبقى جرعة العطش عنده أعلى من أي توقيت تاني، إنه محتاج يتشجع، محتاج إنه يتحب حتى لو غلط، محتاج إنه يعجب بيه، يعجب بتصرفاته، لأن هو مش عارف هو هيلعب جيتار ولا هيلعب درامز ولا هيلعب إيه. إنما التشجيع بعد شوية ممكن نلاقيه جيتاريست كويس. هو ما اتولدش جيتاريست، هو قاعد يخبط كتير وقعد يقطع اوتار كتيره. هو ما اتخلقش مهندس، هو مش عارف هو عايز ايه. فالكل المطلوب منك انك تشجع، وانك تعجب، وانك انت تحب لغايه لما يوصل لبر الامان. أم، في حاجه على الانترنت موجوده كتير قوي كده عن موضوع التشجيع والاعجاب والابريشيشن يعني. في كوكب اليابان طفل سرق محفظه من واحد صاحبه في الفصل. والمدرس بدل ما يستدعي ولي الأمر ويحقق معاه، طلب من كل الفصل إنهم يكتبوا 3 صفات جميلة في الولد اللي سرق المحفظة. ولم الورق من الناس واداه للولد. الولد ابتدى يقرأ. المعلم قال له: اللي انت قريته ده هو انت، الصفات الجميلة اللي الولاد شايفاها فيك. ليه اخترت انك انت تكون اقل من نفسك؟ الولد ده القصة بتقول انه ما سرقش تاني خالص. ليه؟ لانه اتشجع، لانه حصل ابريشيشن، لانه حصل جرعة الاعجاب. الكلام ده ليه نجح؟ كارل يونج بيقول: لان العقل البشري بينسج سرديته او منطقه حوله ما تكرره المراية. فالمراية اللي أنا شايف بيها نفسي لو بتقول إن أنا جميل، أنا هبقى جميل. لو المراية اللي حواليا اللي هي بابا وماما، المدرسة، كل مسؤول حواليا شايف إن أنا شاطر، هبقى شاطر. لو شايفين إن أنا كسلان، هبقى كسلان. فنهتم قوي بالنقطة بتاعت التشجيع والحب والإعجاب بما يفعله. علشان نقلل الصراع كمان، هو الشخص محتاج قدوة يحترمها علشان يحصل على هوية مستقرة. فما ينفعش رب البيت يكون بيضرب دف. شيمة أهل الدار هي الرأس. ما ينفعش. يعني ما فيهاش فصال. إنما هو بيحتاج إيمج يتفرج عليه. الايمج ده معجب بيه او مش معجب بيه، انما هو يعني هو محتاج قدوة يحترمها، ياخد منها الجزء من الهوية المفقودة عنده، يشبع بيها تلك الهوية. حاجة زي ما تكون ريفرنس، حاجة زي ما تكون مرجعية، إنه بابا ما بيكذبش، إنه إحنا مش بنشتم، إنه إحنا عندنا رولز واضحة، عندنا الصح واضح وعندنا الغلط واضح. فالشخص، البنت أو الولد في التوقيت ده، بتحتاج قدوة تحترمها للحصول على هوية مستقرة. كمان بيحتاج لسلطة تحترمه وتعامله كشخص قرب من النضوج. كمان الولد في السن ده، علشان نقلل الصراع، بيحتاج حاجة بيقول عليها علم النفس الحاجة للفطام النفسي. الفطام النفسي يعني إيه؟ يعني التحول التدريجي من قيود العيلة بعيدة عن الأنانية والتملك، واحترام للاستقلال، علشان يقدر يعتمد على نفسه قدام. فمحتاج انك انت تطول الحبل السري دوت، بل انك انت تقطعه. انت ما بقتش متحكم فيه قوي زي الاول. لازم الطفل علشان ينمو، اول حاجة بتحصل انه الدكتور بيقطع الحبل السري اللي كان مرتبط بيه بالاكل والشرب من امه. حضرتك وحضرتك ابنك في التوقيت ده محتاج الفطام النفسي، محتاج ان هو
مش تطور الحبل السري، لا، محتاج انك انت تقطعه، محتاج انك انت تفطمه، محتاج انك انت تخليه يجرب، تحتاج انك انت تخليه يتعلم. احنا بنتعلم يا جماعة من الغلط مش من الصح. انا عارف طبعا ان في رغبة جواك شديدة انك انت تنقل له خبرتك العظيمة لو انت عندك 40 سنة، وانا بحترم الخبره ديت، بس هو مداركه مش مستوعباه، هو عايز يجرب، عايز يستقل، عايز تراي اند ايرور. احنا بنتعلم من الغلط مش بنتعلم من الصح. كتر الاخطاء اللي انا وقعت فيها في حياتي هي اللي خلتني اقعد النهارده ويكون ليا دماغ معينه، مش افعل ولا تفعل، انما لاني جربت، لاني عملت، لاني وقعت، فبالتالي باخد. هو برضه محتاج ان هو يغلط ويقع وان هو يجرب بنفسه. اخيرا عايز اقرا لكم كده مقولة هقول لكم هي لمين في الاخر، لكن من فضلكم حاولوا انكم تسمعوها بقلوبكم مش بودانكم، وطبعا بودانكم يعني. الخطاب بيقول: قد تشعر وكأنك تفقدهم خلال سنوات المراهقة، على الرغم من أنهم أمامك مباشرة، يعني هما موجودين. في يوم تضحك وتتعايش معهم، وفي اليوم التالي تشعر وكأنك تجلس مع شخص غريب ما تعرفوش على الإطلاق. ربما تغيرت شخصيتهم، غيروا اهتمامهم، غيروا أحلامهم، فأنت تفقدهم أمام تليفوناتهم، تفقدهم أمام غرفهم، تفقدهم أمام أصدقائهم، تفقدهم أمام أنشطتهم. قد تشعر باليأس من التشبث بالطفل الذي عرفته ذات يوم، والذي كان على وفاق معه، والذي كنت تعتقد أنك ستمسك بيده إلى الأبد. قد تشعر بالرغبة في البكاء بسبب رفضهم المستمر، دايما متمردين، دايما رافضين. قد تشعر بالضياع عندما لا تتمكن من إعادتهم إلى المسار الصحيح. قد تشعر بعدم الأهمية عندما يتجاهلونك أو يهاجموك. سوف تحزن على ما لم يعد موجود. الكاتبة بتكمل وتقول: سوف يقل كلامك، لأنك أنت هتحبط شوية طبعا يمكن. سوف تراقب من بعيد. سوف تقبل أي تفاعل يمكن الحصول عليه حتى لو كان دائما وفقا لشروطهم. تعلم أن تختار معاركك، وتحاول أن تظل متاحا حتى لو كانوا غير متاحين في الغالب. في يوم من الأيام لا تتوقعه على الإطلاق، ستشعر بشيء يتغير. سوف ترى لمحات من الشخص الذي سيصبحون عليه، وتبدأ في التطلع إلى رؤية ما سيفعلونه بحياتهم. تبدأ في التعرف على اهتماماتهم وعواطفهم وأحاسيسهم الجديدة. سوف تبدأ في بناء علاقة جديدة. نركز في الحتة اللي جاية. سوف تبدأ في بناء علاقة جديدة، علاقة لن تكون فيها شمسهم، مش هتكون أنت الشمس فيها. مهمتك هي أن تكون قمرهم بالقمر. سوف تتبعهم وتوفر لهم الضوء في أحلك لحظاتهم والتوجيه عند الحال. في بعض الأحيان يكون حضورك كبير وواضح، وفي بعض الأحيان يكون صغير بالكاد، يرى بالعين المجردة، لكن ستكون دائما هناك. لن يكون الأمر مثالي عشان بس ما تنبسطش قوي يعني. لن يكون كما كان، مش هيكون زي الأول. لكن إذا تمكنت من النجاة من فقدان طفلك المراهق لفترة قصيرة، فإن ما يحدث عندما يعود إليك يمكن أن يكون أكثر جمالا. آه، سوف تبدأ في بناء علاقة جديدة، علاقة لن تكون فيها شمسهم، لكن ستكون قمرهم. سوف تتبعهم، توفر لهم الضوء في أحلك لحظاتهم والتوجيه عند الحاجة. الكلام ده بقلم واحدة اسمها وينتي فليمنج، دي الملكة لمؤسسة تربية المراهقين والمراهقات في أمريكا.
أخيرا أحب أن أنا أسيب معاكم رسالة جبران لكل الأجيال في كتابه وقصته الشهيرة حديقة النبيل، وبيتكلم عن الأولاد. بيقول: أولادكم ليسوا لكم. وكأنه بيكلمنا النهاردة وفي كل زمان. أولادكم أبناء الحياة المشتاقة إلى نفسها. بكم يأتون إلى العالم، ولكن ليس منكم. يعيشون معكم، ولكن ليسوا ملكا لكم. هم عايشين معاك، لكن مش ملك ليك. تقدروا أن تمنحوهم حبكم، ممكن، لكن لا تقدروا أن تغرسوا فيهم أفكاركم. تستطيعوا أن تصنعوا مسكن لأجسادكم، لكن نفوسهم لا تقطن مساكنكم أبدا. الحتة اللي جاية صعبة قوي: لكم أن تجاهدوا. الموضوع صعب. لكم أن تجاهدوا لكي تصيروا مثلهم، لكن عبثا تحاولون أن تجعلوهم مثلكم. نيفر إن هم وأولادكم سهام حية قد رمت بها الحياة عن أقوى سكة. جبران خليل جبران. حضراتكم عن سن المراهقة. الكلام فيها كتير، لكن حبيت أحط بعض الأفكار قدامكم، وأتمنى إنها تفرق معانا، ونبص لأولادنا ونبص للمراهق بصورة مختلفة، ونحاول نبص ليهم على الحياة من عينيهم مش من عينينا إحنا. تربية الأولاد مهمة صعبة، وأنا بقول كده كأب، لكن ما هياش مستحيلة. شكرا لحضراتكم، وكل سنة وأنتم طيبين.